أيها الإخوة، قبل أن أدع مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريش، وقد سقط بيريش، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد، والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في بلادنا، 99.99 من 100. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. ولكنها الكذب والغش والخداع. نحيي إسرائيل على ما فعل، نحيي إسرائيل على ما فعل. يقول رجل كان يتكلم عن الانتخابات في إحدى الدول، وذكر أن رجلا حصل على نسبة 99%، ثم قال معلقا: لو أن الله عرض نفسه على الناس لما أخذ هذه النسبة. أعوذ بالله. وهذا يجب عليه أن يتوب بهذا، وإلا فهو مرتد. هذا يجب عليه أن يتوب بهذا، وإلا فهو مرتد، لأنه جعل المخلوق أعلى من الخالق، فعليه أن يتوب إلى الله. فإن تاب فالله يقبل التوبة عن عباده، وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنقه. أعوذ بالله.